في حي القلعة القديم كان هناك رجل يدعى عم صبري، صاحب ورشة أنتيكات صغيرة. صبري كان يمتلك فراسة غريبة. كان يقول دائما: أنا لا أشتري الخشب القديم، أنا أشتري القصص التي يخبئها أصحابه. في يوم من الأيام دخل عليه شاب وسيم جدا، يرتدي بدلة فاخرة ويتحدث بلسان ينقط عسلا. الشاب عرض على صبري شراء تمثال أثري نادر لعائلته بسعر لقطة، لأنه يمر بضائقة مالية ويريد مساعدة والدته المريضة. تأثر صبري بدموع الشاب وكلامه المنمق، ودفع له كل ما يملك في الخزنة. بعد رحيل الشاب دخل الحاج مبروكي، وهو الرجل الذي تشبه ملامحه الجدارية في الصورة، بشنباته الكثيفة وعينيه التي رأت المر، وجلس صامتا يدخن شيشته. نظر مبروك للتمثال ثم نظر لصبري وقال بلهجة خشنة: وقعت يا صبري، الواد ده وشه سمح بس قلبه فحمة. التمثال ده مقلد والواد ده مش محتاج، ده بيلم تمن سهرة الليلة. صدم صبري وقال: يا حاج مبروك، الولد كان بيبكي، ده وشه كان فيه براءة الأطفال. نفث مبروك دخان شيشته وقال جملته التي حفرت لاحقا على جدران الحارة: يا صبري، المشكلة مش إن الناس بقت بوشين، المشكلة إن الوشين أوسخ من بعض. مرت الساعات واكتشف صبري أن التمثال بالفعل جبس مطلي، وأن الشاب هو أكبر نصاب في المنطقة. لكن المفاجأة كانت في المساء، حين رأى صبري نفس الشاب في مشاجرة بالشارع. لم يكن الشاب يرتدي قناع الابن البار، بل كان يرتدي قناع البلطجي الشرس، يسب الجميع ويضرب بدم بارد. هنا فهم صبري كلمات الحاج مبروك. الصدمة لم تكن في كذبه، بل في أن الوجه الحقيقي للشاب كان أقبح بمراحل من الوجه المزيف، وأن الإنسان حين يتخلى عن صدقه لا يترك لنفسه وجها واحدا يستحق الاحترام. لماذا تعبر هذه القصة عن الصورة؟ ملامح الرجل تمثل الحكمة الشعبية والخبرة المرة التي تراكمت عبر السنين، مثل ملامح الحاج مبروك. الألوان الزاهية للكلام تعبر عن التناقض الصارخ بين شكل الكلام المنمق وبين الحقيقة القذرة التي تصفها العبارة. الواقعية: القصة تعكس حالة الزيف الاجتماعي التي تجعل المرء لا يعرف الصديق من العدو.